السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في القناه. نتمنى تكونوا غايه نتوما تفرجوا في هذا الفيديو. اللي مشتركه مرحبا بها، واللي ماشي مشتركتين مرحبا بها. على بالي طولت عليكم، كي راكم ان شاء الله تكونوا غايات. توحشتكم انا تاني. اليوم جيتكم بوصفه جديده، بما انه العيد قرب راح ندير لكم الدواره. طريقه تحضير دواره في الغرب الجزائري ولا على طريقتي انا. راح نعطيكم المقادير. انا راح ندير كميه صغيره لان الزوج تاعي ما ياكلش دواره، غادي ندير كميه قليله. الحاجه الاولى اللي راح نحتاجوها الدواره بيان سور. هنايا عندنا الكرشه والمصارين والريه، كلهم كاع قطعتهم قطع صغيره، وبعد ما غليتهم قلعت هذاك الماء باش هذيك الريحه تاع الدواره تروح. هنايا واش عندنا هنايا حمص، عندنا حبه بصل كبيره مقطعه، وعندنا هنايا طوماطيس كبيره تاني مقطعه. هنايا لي زيبيس عندنا السكنجبير، كمون، فلفل اسود وفلفل احمر، وهنايا كركم. عندنا الملح، عندنا هنايا طوماطيس مصبره حوالي ملعقه كبيره، وهنا عندنا زوج سنات ثوم انا قطعتهم على هذه الطريقه ما ربيتهمش. وهنا عندنا الهريسه اللي يبغي يديرها حاره، هذه اختياريه. الحاجه الاولى اللي راح نديرها، راح نجيب طنجره الضغط تاعي. انا راح نطيب في الكوكوط مينوت. اللي تبغي طيبها في الطاجين طيبها نورمال، ما يتشد الوقت شويه في الكوكوط مينوت بالخف. الحاجه الاولى راح ندير شويه زيت في الكوكوط مينوت تاعي، نشغل الغاز تاعي، راني درت فيه شويه زيت. الحاجه الاولى راح نرمي البصل نتاعي، نرمي البصل في الطنجره، نخليه يتقلى شويه. ما نكثروش الزيت لان كما نعرفوا الدواره فيها ليدان، تطلق ليدان تاعها مع انه غليتها، لكن فيها ليدان باش ما يجيناش مزيته بزاف. نقلب شويه البصل تاعنا كيما هكا. بعد ما تقلى البصل معنا شويه، راح نجيب الدواره تاعنا ثاني نديروها فوق البصل، نخلوها تتقلى ثاني هي بيان مع البصل. فوالا نخلوها تتقلى حتى يذوب هذاك البصل معانا. واش راح نزيد عليها؟ راح نزيد عليها زوج فصوص ثوم، عفوا لانه شدت التليفون بيد وصورتكم بيد، معليش. واش راح نديرو دروك؟ راح نديرو لي زيبيس نتاعنا باش يتقلاو لنا مع الدواره ثاني، ونديرو الملح، ونكونوا دايرين الماء يسخن على جهه باش نمرقو. راح نزيدو طماطم مصبره، نزيدو الطماطم تاعنا حبه اللي كنا ربيناها، نخلوهم بيان يتقلوا، ونزيد الحمص وندير الهريسه نتاعي ونمرقها. كما راكم تشوفوا هاي الدوره تاعي تقلات بيان، التوابل كاع راني قليتهم معاها. راح ندير الحمص نتاعي. انا الحمص تاعي هذا شويه مسلوق مغلي بصح ماشي بزاف، راح يطيب مع الدواره نيشان. فوالا راح نمرق الدواره نتاعي بالماء سخون بعد ما راهي سخنته.
حوالي 3 كيسان ماء، لانه ما رانيش مكثره انا الدواره باش ما تجيناش ميها، تجينا عاقده. وراح نبلع لا كوكوط نتاعي ونوريكم الشكل النهائي تاعها. فوالا البنات، هذه هي الدواره تاعي بعد ما طفيت عليها. راح نديرها في صحن التقديم ونوريكم كيفاش جات. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي تاع الدواره نتاعنا بعد ما طفيت عليها ودرتها في الصحن التقديم، ودرت عليها فوق شويه بقدونس معدنوس. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، تجربوا الوصفه وتعطوني رايكم في كومنتير. شكرا بزاف على الدعم تاعكم البنات، ما تنسوش جيم ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو نتاعي، والى اللقاء.